كل واحد فينا لما بيفكر في البيت أول كلمة بتيجي في باله هي الأمان، والأمان ده في معظم الأحيان بيبقى الأب. في ناس بتشوف الأب مجرد صندوق للفلوس بيجيب الاحتياجات وبس، والحقيقة إن ده ظلم كبير جدا لدور ما بيتعوضش. أي نعم، الأم هي القلب الدافئ والاحتواء كله، لكن الأب هو الوتد اللي لو اتخلع البيت كله بيتهز. لما بنكبر بنكتشف إن الأب مش بس الراجل اللي بيشتغل طول اليوم، الأب هو الغطا، هو اللي بيخليك تمشي في الدنيا مطمن إن وراك ظهر. وجود الأب حتى لو كان ساكت طول الوقت بيديك إحساس إن في قوة حاسمة وواضحة تقدر تقول لأ في وش أي تهديد أو خوف بيواجهك. الطفل اللي أبوه حاضر ومشارك في حياته بيتعلم منه الانضباط، وبيتعلم منه مواجهة الصعاب بدل الهروب منها. الأب بيدخل الطفل في منطقة التجربة والمغامرة، عكس الأم اللي دايما بتميل أكتر للاحتواء والحماية المفرطة. التوازن ده هو اللي بيطلع شخصية متزنة واثقة في نفسها وعندها قدرة على مواجهة ضغوط الحياة. الأب هنا بيوريك إزاي تقع وتقوم لوحدك، بس من بعيد بيفضل مراقب عشان لو احتجت سنده في الآخر بيكون موجود. الكارثة الحقيقية بتحصل لما يكون الأب حاضر بس بجسمه، ولكن عاطفيا هو مش موجود، ودي مصيبة أكبر من الغياب الفعلي. أحيانا الابن اللي أبوه غايب عاطفيا بيميل دايما للسلوك العدواني أو الانطوائي، لأنه مفتقد القدوة اللي بتوريه إزاي يكون راجل وإزاي يتحمل المسؤولية. فبيكبر وهو عنده مشكلة في احترام ذاته، وبيشوف إن صوت الأب اللي المفروض يكون صوته هو شخصيا ما بيوصلش. أما بالنسبة للبنت فالقصة بتكون درامية أكتر. الأب هو أول راجل في حياة البنت، وهو النموذج اللي بتشوف بيه قيمة نفسها كأنثى. غياب الأب العاطفي بيخليها طول الوقت بتدور على التعويض، وده بينعكس عليها في علاقات مشوهة أو سريعة. بتخاف دايما من الهجر والرفض، وبتدخل في علاقات غير صحية لمجرد إنها محتاجة بس تحس بالأمان. الأب اللي بيحترم زوجته وبيحبها وبيتعامل معاها بود قدام بنته بيزرع فيها مفهوم إنها تستحق الاحترام وما ينفعش تقبل بأقل من كده. وإحنا أطفال وفي بداية حياتنا كنا بنشوف الأب بطل خارق، ما بيغلطش وما بيتعبش، دايما عنده الحل ودايما واقف في ظهرنا. لكن مع الوقت ومع أول لحظات التمرد والمقارنة والانفتاح على الدنيا بنبدأ نشوف عيوبه ونحاكمه بمنتهى القسوة. بنفتكر إننا فاهمين أكتر منه وإن زمانه غير زماننا، بنختلف ونتضايق منه ونتهمه بالتسلط أو عدم الفهم. بننسى إنه كان بيحاول يحمينا، وإن الحزم اللي كنا بنكرهه كان عبارة عن درع، وإن الصمت اللي كنا بنشوفه جفا كان في الحقيقة صراع داخلي بين الخوف علينا والرغبة في إننا نعتمد على نفسنا. بعد ما بندور ونتعب وندوق نفس اللي داقه ونعيش أبوة أو مسؤولية، بنرجع نكتشف الحقيقة. أبونا ما كانش ملاك، لكنه كان بطل على قد ظروفه، ومحبته كانت صامتة لكنها أعمق من كل الكلام. ساعتها بس بنفهم ويمكن ندمع وإحنا بنقول كان عنده حق وكان فعلا الأفضل والأحسن. دورك كأب دلوقتي مش بس إنك تجيب فلوس للمصاريف، ده دور الحقيقة قديم وعدى. الأبوة الحقيقية دلوقتي هي المشاركة. الأب اللي بيقعد يسمع مشاكل ولاده بجد، واللي بينزل يلعب معاهم وبينزل لمستوى تفكيرهم وبيشجعهم في أنشطتهم، هو الأب اللي بيزرع فيهم الثقة بالنفس، وده بيقلل جدا من فرص تعرضهم للتنمر أو العزلة الاجتماعية. الاستثمار في الأبناء هو إنك تقتطع من وقتك وجهدك عشان تخلق ذكرى حقيقية مش مجرد صورة فترة. الأب اللي بيعبر عن مشاعره بصدق وبيتعامل مع الخلافات بهدوء دايما بيمنح ولاده نموذج ناضج للعلاقات السليمة اللي هتفضل معاهم طول حياتهم. لكل أب أنت مش مجرد اسم في شهادة الميلاد، أنت صمام الأمان اللي كل حاجة في حياة ولادك معتمد عليه. أنت القوة والسند والحكمة في نفس الوقت. الوقت اللي بتديه لولادك عمره ما بيضيع على الفاضي، ده رصيد بيتسجل في شخصيتهم وبيبني لهم مستقبلهم.
محتاجين صوتك، محتاجين حنانك، ومحتاجين ايدك اللي بتسند. خليك الوتد اللي ما ينفعش يتخلع. أنا محمد حلمي، وانت كنت بتسمع حلقة من حلقات بودكاست غاوي حكاوي.